لو الموبايل ضيع وقتك فالفيديو ده ليك. جايز عاملين ايه؟ عايزة اقول لكم انه احنا خلاص هنبدأ في سلسلة جديدة وبدايتها النهاردة، ويلا نبدأ على التفاصيل. اول حاجة يا جماعة انه احنا هنشجع بعض اكتر واكتر على المذاكرة، وهنقول الاخطاء والصح. ويا جماعة مشكلة النهاردة الموبايل، ويلا نبدأ. المشكلة كنت بفتح الفون دقيقة ألاقي نفسي ضيعت ساعة أو أكتر، لا مذاكرة ولا تركيز. الحل إن عملت خطة الإنقاذ. عملت 3 خطوات بسيطة فرقت معايا. أول حاجة قفلت النت وقت المذاكرة، وكمان حطيت الفون بعيد عني علشان ما تشتتش وابقى عايزة امسكه. تاني حاجة ان انا حددت وقت للفون بعد المذاكرة كمكافأة. تالت حاجة ان انا ذاكرت 25 دقيقة بس، وبعدها بريك 5 دقايق. ويا جماعة اللي مش فاهم ده يروح الفيديو اللي قبل ده اللي انا لسه عاملاه وهيعرف كل حاجة عن ازاي تنظموا وقتكم. ويا جماعة التطبيق انه انا كل مرة كنت بحط تايمر، وكان مسموح لي انه انا امسك الفون بس في وقت البريك. وانصحكم يا جماعة ان انتم ما تمسكوش الفون وقت البريك، لانكم خلاص بتكونوا تعبتوا بعد مسك الفون بعد المذاكرة وكده، فانتم ما بتكونوش عايزين حاجة توجع راسكم اكتر. وعلشان كده انا بنصحكم انكم ما تمسكوش الفون. ويا جماعة لو الفون بيضيع وقتكم اكتبوا في الكومنت فون في، وكمان وهننقذ نفسنا سوا. ويا جماعة المشكلة مش فيكي او فيك، المشكلة في الفون نفسه. وعايزة اقول لكم يا جماعة انه لو عايزين اعمل لكم part 2 اقوى كمان، تحدون، يعني ان انا اعمل تحدي 24 ساعة بدون فون. وكمان انا مش عارفة بصراحة هعملها ازاي، بس انتوا قولولي في الكومنت اعمل ولا لا، وده برأيكم انتم. وعايزة اقول لكم ان خطة الانقاذ ان شاء الله هتنقذنا كلنا مش انا بس. واللي عايز يشارك يا جماعة يقولي في الكومنت تم. وكمان اللي عنده فكرة ممكن اعمل لكم ايه الحلقة الجاية يقولي برضو في الكومنت، وان شاء الله هننزل لكم خطة الانقاذ لمدة اسبوع، بحيث انه احنا نكون كلنا استفدنا باكبر قدر من الامكان. وكمان يا جماعة اللي عنده اي فكرة انه انا ممكن اقولها في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنفذها لكم. بس كده ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان هو اللي بينبهكم انه انا نشرت الفيديو. وبس كده، طبعا لو عندكم اي افكار تاني قولوا لي برضو في الكومنت. وبس كده، سلام.